أبا سليمان قلبي لا يطاوعني على تجاهل أحبابي وإخواني. إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، أو اشتكى مسلم في الصين أبكاني. فمصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني. أرى بخارى بلادي وهي نائية، وأستريح إلى ذكرى خراساني. شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا معالم إسلام وإيمان. المؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها إخوة، لا تفرق بينهم جنسيات ولا تفصل بينهم حدود. إنما المؤمنون إخوة، فدار كل مسلم دارنا، وإنما غزة من جلتي، وإنما بغداد من كابل، وإنما صنعاء من المندقي. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهذا يقتضي أن يتألم المسلمون لألم إخوانهم، وأن يهبوا لنجدتهم ولنصرتهم قدر ما يستطيعون. فإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وقال صلى الله عليه وسلم: والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. وقد كان هو بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه يقف مع المكلوم وينصر المظلوم. لما أغارت بنو بكر وقريش، لما أغاروا على خزاعة وهم حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه عمرو بن سالم يجوب الأرض حتى مثل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا، فانصر هداك الله نصرا اعتدى، وادعوا عباد الله يأتوا مددا. هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم. وسير أول فيالق الفتح التي انتهى آخرها طوافا بالبيت. وقد سطر التاريخ صفحات مشرقة للرجال الصادقين في نصرة المستضعفين والوقوف مع إغاثة الملهوفين والوقوف مع المظلومين. لما حاصر الفرنج دمياط، قرئ في يوم من الأيام على السلطان العادل نور الدين زنكي، قرئ عليه جزءا حديثيا كان من جملة تلك الأحاديث حديث مسلسل بالتبسم. فلما بلغ القارئ هذا الحديث قال له: هل تبسمت رحمك الله لتتم السلسلة؟ غضب وقال: إني لأستحي من الله أن أتبسم والمسلمون محاصرون.